انا اريد اسالك سؤال بالاخير جنابك سيدنا. افد يوم من الايام انسالت بهاي القناه بالسومريه سؤال: اذا صارت حرب بين العراق وايران انت تقف مع من او تحارب مع من؟ انت قلت مع ايران. بعد هاي 10 سنوات 10 سنوات خبره سيدنا كبيره جدا، جنابك عارف وحكيم. الان لو اعيد السؤال على جنابك مره اخرى، هل ستجيب ذات الاجابه ام انه انت استدركت راجعت نفسك شفت انه اكو زاويه اخرى؟ لا، هو من طرح للسؤال احنا كنا بالكواليس نتحدث انا وياه، وانا ما كنت ادري بها كواليس، انا كنت عبالي احنا على الجو. هو بغض النظر عما جرى انا لا هو قال لي قال سيدنا انت يعني شلون انت مع من؟ قلت له انا مع المعصوم، اينما يكون المعصوم اكون. اذا كان المعصوم اليوم بالهند اكون مع الهند، اذا كان في مصر اكون مع مصر، اذا كان في العراق اكون مع العراق. احنا مثلا الامام الحسين سلام الله عليه من اجى من مكه قاتلوا ويا ناس كوفيين، ما نظروا الى اختلاف المناطق وكذا. احنا لا نؤمن بالحدود، هاي الحدود حدود مصطنعه. فهو هنا فرضيا قال لو انه صارت حرب بين العراق وايران والمعصوم مع ايران طبعا هو زين. قال لي لو كان المعصوم في فبالتالي إيران انت تروح مع ايران. هسه انا اعيد السؤال عليك بالصيغه الاتيه: لو حدثت حرب بين العراق وايران، سيد واثق البطاط مع من يحارب؟ مع المعصوم. ما هو المعصوم لا هنا ولا هنا. لا موجود هنا ولا هنا. شوف هسه احنا صار عندنا تطور. زين. شنو هو التطور؟ التطور انه عندنا راي خاص بالمرجعيه العراقيه. وفي ايران اللي جاي يحكمون الان الاصلاحيين، والاصلاحيين بيننا وبينهم مشاكل. مثلا الاصلاحيين بعد ال91 هو سيد الوقت انا اسف جدا اعتذر من جانب الوقت انتهى، بس انا اريد اشوف المعصوم باللحظه الحاليه وين واقف؟ مع العراق. مع العراق. بارك الله بك.